السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رد على الشاعر أبو ربيش الجدوح الدهيمي، يقول أبدأ كلامي بذكر منزل الكتاب رافع سماها وناصب هضابها. من الدهيمي اليوم وصلنا جواب قصيد تنسب بيها المخاليق ويتغنى بها. ترى اللي سويته ما هو صواب يوم تعمم وتسب الناس بغيابها. أنا ابن العوازم أرسل لك عتاب عن أبياتك اللي ما نظمت آدابها، وتقول منهم تقنص مأكلك والشراب. لا ابتي يا ولد ما عرف الشريف يتغدى ولا يتعشى بها. حتى الجوارح لو جارت علينا تفقد المخلاب، والكواسر اللي كشرت نخلع لها نيابها. وبارودنا حاضر واللي تورناه صاب، في عقف الشوانب له مراميح نضرابها. وعدونا ما تهنى ولا حسبنا للخساير حساب، من قبيلة ياهي حتى الجن تغنى بفعلها في حرابها. واللي فزعت له من رمي المحصنات ما اشتهر تراه خاب، عن قصيدته اللي هو قايلها وكتابها. عن 100 مليون وصفوا عمن بدون اسباب، قول لي يا الدهيمي مسبته المصر ويش اسبابها. ارض الكنانة اللي للكل فاتح الباب، خزائن الأرض اللي ما سكرت دون حد بابها. سنة 62 استشهد من جنود مصر خير الشباب، النصرة ثورة اليمن الحر وتحرير ترابها. خير جنود الأرض قالها النبي بمحكم كتاب، انشد بني صهيون في 73 عن اللي جرابها. والقدس بقلوبنا أبد ما تعلن غياب، ندعي لله في صلاتنا والدعوة نترجابها. ما هو ضعف منا لكن عندنا أسباب، طاعة أولي الأمر ما نقدر نتعدى بها. ولليمن السعيد من العوازم مليون ترحاب، بكل ما فيها من صغيرها لين شيابها. صنعاء وعدن أهلنا والصحاب، ومأرب وتعز عزيز علينا ترابها. يلي بالبحر الأحمر تحديتوا الصعاب، يا كاسرين خشم تحالف أمريكا وكل ذنابها. يا منبع الشهامة يا خير ما الوصف جاب، يلي كتبتوا صفحات تاريخ كل البشر يقرابها. وآخرها يا الدهيمي على الفتن سكر الباب، ولا توجد نار إبليس شبابها. استغفر ربك في ليلها وقبل الغياب، عسى الله ينجيك من جهنم وحسابها. لابد من يوم فيها الشين يشوف العذاب، والخير جنات النعيم يتهنى بها. واختامها واذكر الله مجرى السحاب، وصلاة على نبيه اللي سكن مكة وصلى بها وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.